المومياء، يوم أن تحصى السنين، كتاب الموتى والبعث والخلود. الفيلم الثالث في سلسلتنا أفضل 100 فيلم مصري. ومن الواضح إن المشترك ما بين الأفلام اللي جوه التصنيف ده إنها الأفلام اللي بتتكلم عن الهوية، وفيلم المومياء بيرجعنا لأصل الهوية. الفيلم من إنتاج سنة 69 عن قصة مومياوات الدير البحري، بيكلمنا عن قبيلة الحربات، القبيلة اللي أكل عيشها وحياتها معتمدين على سرقة المومياوات، وبالنسبة لهم مش شاغلهم كونهم جدودنا وأصلنا وحضارة عظيمة سايبة دليلها لينا إننا من سلالة عظماء. أعطني اسمي في البيت الكبير وأعد إلى الذاكرة اسمي يوم أن تحصى السنين. الاسم هو بطاقة تعريفك قدام الناس، علاقة الناس بيك بتتحدد من اسمك، وللسبب ده شادي عبد السلام تعمد إن القبيلة تكون مجهولة الأسماء وبيتنادوا بالعم والأخ وسيدة الدار، لكن من يملك اسمه يملك هويته. بتفتح الحدوتة على كلام من كتاب الموتى عن البعث، وبعدين بيتنقل الكدر العظيم للقرية وجنازة الأب وشيخ القبيلة اللي موته مخبي لأولاده الاتنين سر هيكون بداية العقدة في الفيلم، بداية اختيار الطريق. يا تكمل زي أجدادك وأهلك من الأحياء الموتى، يا هتكون حفيد لأجدادك من الموتى الأحياء. المشهد صراع بين جيلين، جيل مهشم غير واعي وغير مدرك لقيمة ما في يده، وجيل مختلف باحث عن الهوية بيحاول يرفض الوضع. مشهد تهشيم رأس المومياء والعين اللي اتسرقت من الموميا اللي المخرج حطها في مواجهة الكاميرا وكأنها عين بتبصلنا كلنا، كأنها عين حية شاهدة على جهل وموت. يحتدم الصراع بين الجيلين في مشهد أنا بعتبره مشهد مسرحي أقرب من كونه مشهد سينمائي، وهو مشهد المواجهة بين العم والأخ. المشهد معمول بحركاته بكادراته بتكوينات مسرحية قمة في الجمال، حتى علاقة ونيس بالمشهد وبالكلام اللي بيتقال وحركة الكاميرا معاه اللي بتبين رفضه لكل اللي بيتم، وبتبين علاقته بالكلام ما بين القرب والبعد. فلتخشى أنت أولادك عندما يسألونك يوما ما: هل هذا عيشنا؟ سوف نربيهم على احترام تقاليد آبائهم. بتبدأ بعدها رحلة ونيس اللي بيدور فيها على إجابات للشكوك والأسئلة اللي في دماغه، الرحلة اللي بيقابل في خلالها الشخص الغريب اللي بيتشاركوا مع بعض نفس الرحلة، بس واحد بمنطق المبهور وواحد بمنطق المتشكك اللي بيدور على القرار الصح. ونيس الشخص الرافض لسيطرة أيوب على القرية، السيطرة المادية اللي مستعبدة القرية ومخلية مصدر رزقها هو تدمير الهوية والأصل بدون وعي، ومحاولات شخصية مراد خادم أيوب إنه ياخد مكان أيوب باستغلال الشهوة، ومحاولة اللعب على ونيس عشان يقدر ياخد مكان أيوب عند ونيس كبير القبيلة الجديد. اغضب على أيوب، لا تغضب على أولاد عمك، هو الذي خدع قبيلتك. اليقين بيزيد عند ونيس كل لحظة، وبيتمرد على القرية وأيوب ومراد، وبالذات في اللحظة اللي بيعرف فيها بقتل أخوه، فبيقرر يبوح بالسر. رمسيس الثاني. الموكب الجنائزي المهيب اللي بيصوره شادي عبد السلام في قلب الفيلم، موكب البعث والخلود وتحقيق نبوءة كتاب الموتى، مع ذكر أسماء الملوك الخارجين من الظلام إلى النور لحياة جديدة وهوية جديدة. الحدوتة مش عنصر إبهار القصة، لكن الحالة هي عنصر الإبهار. الفيلم تون مختلف، عمل فني ما ينفعش تتعامل معاه على إنه فيلم وبس. الفيلم عبارة عن لوحات تشكيلية، كل لحظة في الفيلم بتعدي حرفيا لو وقفتها هتشوف لوحة مرسومة بالكاميرا، تكوينات آخر مزاج، إمتاع بصري غير عادي مش هتشوفه في أي فيلم تاني. إيقاع الفيلم هادي، والفيلم باللغة الفصحى. ممكن نختلف أنا وإنت على النقطة دي، بس طبيعة الأفلام اللي من النوع ده إن المخرج بيخلي الصورة تتكلم أكتر من الحوار، الصورة كافية للتعبير. واختيار اللغة العربية بالنسبة لي مبهر جدا ومناسب جدا جدا لإيقاع الفيلم. ماذا بك؟ لا شيء، لكن الاختباء مذلة. كل ما بنغوص أكتر في السينما المصرية
بنكتشف إننا سايبين ورانا تراث ممكن يتبني عليه الأجيال كتير قدام، تراث ممكن يحول الفن اللي بنقدمه ويرتقي بذوق الجمهور. لكن سؤال الحلقة، كام واحد منكم ممكن يكون سمع عن فيلم المومياء أو اتفرج عليه؟ وفي النهاية ما تنسوش تدعموا الفيديو باللايك والاشتراك. سلام عليكم.